أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم الأحد 9 فيفري الموافق ل10 شعبان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا ربي. كما شفتوني نقلي في شوية فريت ونطيب في صلصة خفيفة، الفاحات العاديين الكل والرند والتبل الكروية والدجاج وبعدين كتاب الدجاج رميت قرنين فلفل، وخرجت هاك الدجاج هاكا والفلفل حطيته في صحاين، وحطيت هاك البطاطا في صحاين، وقصيت سلطة خضرا، وجيت لك الصلصة ومرقت لها وخليتها تغلي على جنب. هي مانيش نوريها لكم الصلصة وكا حكيت لكم عليها، صلصة عادية مرقت لها ويلزمني نلقاها حاضرة. هنا باش نوريكم الحوايج اللي انا نحب نوريها لكم اللي هي شنيا، كيفاش انا نطيب الرز، والطرق برشا. هذه طريقة منهم خفيفة وما تسحقش برشا وقت. غسلت الرز في الماء، نحيت له كل النشا متاعو، صفيته. هذه الصلصة بعد ما طلعت الدجاج والفلفل او كم مرقتلها، ونحطها على الغاز التيلاني ونخلي النار تشعل تحتها، خاطرني حاجتي باك السقا هذاك يغلي وسخون. حطيت نص مغرفة ماكلة الزبدة، صبيت عليها الزيت اللي يلزمني باش نطيب فطوري، واش نصب الروز ونعمل له هكا تقلية خفيفة، فك الزبدة وك شوية زيت. نقولكم بالله عليكم، بالله اللي مش عامل فولو مش عامل ابوني يعمل ابوني، وبارك الله فيكم. ماذا بيا الكونت يوصل الى 50,000 قبل رمضان، كان عشنا وكان حيانا ربي وكنا من اهل الدنيا، امين يا ربي. ماذا بيكم كل واحد يتفرج بالله يعمل ابوني اللي مش عامل، وبالله اللايك، بالله راكم مقصرين برشا 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 في اللايك. هيا عاد عاونوني خلي الكونت يوصل ل 50,000، وربي يفضلكم الناس الكل وجزاكم الله كل خير. اوكي، هنا حطيتك الروز قعدت نحرك فيه على نار خافتة، فك الزيت وك شوية زبدة، وبعدين المرق بطبيعته يغلي ومريقل ومطعمه بنين وملحه بنين. وشوفوا كيفاش نصب المرقة بالكدا بالكدا بالكدا. في بعض الأحيان في بعض كومنتات سابقة يقولوا لي قداش نصبوا مرق، صبوا برشا مرق. شوفوا كيفاش صبوا برشا مرق وهكاكا وتستحقوا إلى مرة أخرى تزيدوا تمرقوا. هنا تويكا النار تمشي بالقوي، تويكا كي صبينا المرق وقعدت نحرك نوري فيكم يعني قداش جاري المرقة، ونغطي هاك الكسرونة. سامحوني الغطاء راهو الله غالب، هذاك متاع غطاء قديم تاع كسكيس، خاطرني هذيا ما عندهاش غطاء وهي واسعة بطبيعتها ما نجمش نلقى لها غطاء. وقت اللي نغطيوه بعد ما نمرقوا الروز نقصوا في الغاز باش ما يشيطلناش من تحت، وبعد كي يشرب المرق الكل نرجع نحركوه. انا لقيته شوفوا قلتلكم او ما يلصقش، ماذا بيكم خاطر المعون اللي طيبوا فيه يكون ما يلصقش. لقيته مازال ناقصه شويه، كملت صبيت له بقيت المرقه اللي مازال. واللي بدا طيب منكم وتلقاو المرق نتاعكم مزاكمش، يعني مازال الرز ني، زيدوا شويه ماء سخون يغلي، وهكا ذوقوا الملح عاد بالطبيعه. هنا كما صبيت المرق وغطيت هاك الكسرونه، والغاز منقص كيف كيف، النار منقصة فيها إلى لحظات. هنا طاب الروز، صدقوني مش شدكمش درجين، ربع ساعة برشا. اوكي هنا وريتكم تويكا طفيت النار، طفيت على الغاز وباش نغطيها إلى لحظات هكاك، نخليها شوية ترتاح شوية مع روحها. خطر يلزم يرتاح شوية كيف فك السخانة اللي هو فيها. هنا حبيت نقول لكم حويجة، كان تتذكروش الفيديو اللي انا مشيت للخضار قلت لكم شريت الخيار اللي هو كيما احنا عندنا ولد القامرة، هو الخيار اللي كيما احنا نسميوه نقولوا الفقوس التركي، او كما ملحت الدبيب في رمضان نحب شوية مالح هكا جديد.
هنا سفناريا عربي، سفناريا سوري وبسباس. هكا نحب بيبسات جدد، ان شاء الله في شهر رمضان تلقاوهم مازالوا ناضجين ومحلاهم. هذايا بسباس، هذوما اللي وقت مشيت للخضار وشريتهم. أو ملحت كل دبيبسة تعمل تقريبا إتر ونص، وحطيتهم على جنب. هذوك ملحتهم النهار هذايا اللي أنا تنطي فيه في الروز. تويك عاد جبتك صحين التقديم، ومش نزين الصحين متاعي. أنا راني عبد، نقولوا إحنا عائلة عادية. فما ناس يقولوا لي طيب في برشا ماكلة، نقول لكم لا. مثال هذه الكسرونة اللي قدامي هي واسعة وجنبها قصير، هي تقريبا 6 سنتي هكاك 7 سنتي. ما نطيبش برشا أنا وعائلتي صغيرة، فهمتوني. أما كي نطيبها كنحاول نعمل وصفة محترمة من الآخر. هنا ما حبيتش نطيب البطاطا في الصوصة اللي طيبتها، خاطر مش نعمل بيها الروز باش ما يتبلبزليش الروز. عملت فريت كيما شفتوا، قلت لكم وكل السلطة الخضراء وعليها عصير قارص وشوية فلفل أكحل وزيت زيتونة ما شاء الله، من غير ملح ما حطيت ليش. أو هكا العصير قارص تزي فيه البركة. وقولوا لي شنو رايكم في الفطور اليوم، وشنو رايكم في الوصفة ذي؟ تعجبكمش وك الصحاين بالدجاج وفلفل شي يعمل الكيف؟ نودكم ونشهيكم من السكل، وهي حويجة عادية وطبيق محترم أكاو. أي حصيلو إلى هنا فيديونا مشيوفة. نقولكم بالله ما تنساوش الأبوني واللايك، بالله نأكد على اللايك، خلي الفيديوهات ينتشروا ويطلعوا. وراو نحب ديما نقول لكم اللي مش عامل أبوني صدقوني ما يوصلوش الفيديو إلا بالزهر، باش يقولوا لي رانا ما نلقاوش فيديوهاتك. اعملوا ابوني، اللي مش عامل ابوني راه ما يوصلوش الفيديو. هيا باي باي.